النهارده مش مجرد ضيفة عادية، لا ضيفتنا أقل ما يقال عنها إنها شخصية ملهمة ومثال يحتذى به. ضيفتنا هي دكتور مدرس لغويات وترجمة قسم لغة إنجليزية كلية تربية جامعة اسكندرية. مش بس كده، كمان مدرب دولي معتمد من الشبكة الأهلية، ومعلم دولي معتمد من اليونسكو، واستشاري تدريب معتمد من جامعة كامبريدج البريطانية. ضيفتنا النهارده هي دكتور هبة محمود حجازي. أهلا وسهلا بحضرتك. النهارده احنا جايين عشان نحط سبوت لايت على حياة حضرتك شوية، وحابين حضرتك تعرفينا نفسك. دكتورة هبة طلة محمود حجازي، مدرس اللغويات والترجمة بقسم اللغة الإنجليزية جامعة اسكندرية كلية التربية، واستشاري تدريب من كلية كامبريدج ببريطانيا، ومدرب معتمد من الشبكة الأهلية للتعليم، ومعلم دولي معتمد من اليونسكو. أهلا بيك. ما شاء الله يا دكتور، حضرتك وصلتي لبوزيشنز عالية ما شاء الله، ازاي حضرتك قدرتي توصلي لكل ده في سن صغير؟ طيب بغض النظر برضه بس هي فكره مش بوزيشنز زي ما قلنا، على قد ما هي فكره انك بتنمي نفسك طول الوقت. انك تكتفي بالتخصص في عصرنا الحالي ده مش كفايه. لابد انك تمتلكي اكتر من مهاره، خاصه لو المهارات دي هتبقى مرتبطه ارتباط وثيق بتخصصك وهتفتح لك مجالات في سوق العمل. التخصص الاكاديمي طبعا ده مهم جدا، انا معلم عضو هيئه تدريس يعني معلم زائد باحث اكاديمي، لكن دي از نوت انف. انت محتاجه بجانب التعليم ان انت تدربي، لان الاثنين وثيق الصله ببعض. طيب انا عشان ادرب انا محتاجه اولا اكون واخده شهاده اعتماد كمدرب زائد عدد ساعات تدريبيه، وبالتالي اقدر اعتمد من جهه تعتبر ريسبكتبل موثقه وانترناشونال في نفس الوقت. فده عايز شهاده ان انا اوريدي اقدر ادرب، دي رقم واحد. احنا بنسميها تريننج اوف ترينرز او تي او تي من جهه معتمده. طبعا احنا عندنا جامعه اسكندريه بتدي تي او تي باشكال مختلفه ومن الكليات المختلفه. فطبعا ده شيء جميل جدا لينا ولطلابنا لو حبوا حاجه زي كده، خاصه في كليه التربيه معلمين. يا ريت تشتغل في التدريب كمان، ده هيخليك قوي جدا في مجالك كمعلم. دي نقطه. النقطه الثانيه، طب انا خلاص انا خدت الشهاده دي، هل ده كفايه؟ لا طبعا، لازم ان انا اظبط ساعات التدريبيه. احاول اقوم بتدريب في تخصصي اللي انا مركزي منه، والتدريب ده يكون فيس تو فيس واونلاين. الساعات دي كلها هتساعدني لما اجي اقدم للاعلام. وطبعا ده تطور ذاتي مهم جدا لاي حد، وبالذات معلم. احنا معلمين. دكتور لو رجعنا بالزمن شويه سنه اولى كليه، حضرتك ليه اخترتي بالذات قسم انجلش؟ والاجواء حواليكي كانت عامله ازاي؟ طيب اولا بس عشان هرجع للماضي الصحيح شويه، 20 سنه فاتت تاني او 20 سنه فاتت. شكلك صغير. اولا انا ما كانش اختياري كليه تربيه. انا في الاول خالص ثانويه عامه كنت ادبي، كنت جايبه 98 و8 من 10، فكنت عايزه اخش اعلام خبره امان، واياميها كانت كليه الاعلام انا فاكره كانت بتاخد 94%. بس حصلت ظروف اسريه منعتني ان انا اسافر، لانها كانت في القاهره، ما كانش عندنا فرع في اسكندريه كليه الاعلام. فبالتالي خلاص انا مضطره ان انا افضل هنا في اسكندريه. فبابا والدي ربنا يا رب يديه الصحه ويحفظه قعد معايا قال لي بقى هنفكرك بطريقتين. الطريقه الاولانيه حاجه تكوني انت شاطره فيها وبتحبيها وانت شاطره في اللغه. الحاجه الثانيه تفتح لك سوق عمل وانت حابه تشتغلي. لان كان عندنا ايامينا في جيل الثمانينات كان الفكر شويه يعني في بنات كتير عايزه في البيت بعد ما خلصت شيء. انا كنت عايزه اشتغل حقيقي. ففعلا كان تفكير عملي، طب انا مجموعي كبير، ايه الكليه اللي انا ممكن اخشها واطلع منها واشتغل بيها سوق عمل، وعمر ما سوق العمل هيقول مش عايزين معلمين. كليه التربيه. طيب ايه الاقسام اللي ممكن تفتح لي سوق عمل؟ اللغات. كان بالنسبه لي دي الفكره الاولانيه، خاصه ان انا كمان كنت ادبي، فانا هيبقى قدام مني يا لغات يا الاقسام الادبيه. فكره ان انا اخش بقى بيولوجي مثلا او كيمياء او حاجه الفرصه مش متاحه. قلت خلاص يبقى لغات. لما دخلت كليه التربيه كان عندنا فكره ان احنا نرتب الرغبات بتاعتنا. فانا كتبت اول حاجه قسم اللغه الانجليزيه، ثم قسم اللغه العربيه، ثم علم النفس. انا بالنسبه لي الثلاث حاجات دول انا بحبهم. انا عاشقه اللغه العربيه دلوقتي بقول شاطره في اللغه الانجليزيه. كانت مجال بالنسبه لي ماده دراسيه بس كنت شاطره فيها وكنت اخد فيها درجات نهائيه، زائد ان انا بحب الطبيعه البشريه واتعامل مع الناس، فكانت علم النفس ده كان ثالث تشويس بالنسبه لي. طيب فلما قدمت طبعا الحمد لله 400 قابلت في الاول على طول في قسم اللغه الانجليزيه. فسالت نفسي سؤال، طب هي انت نفسك في الاعلام، طيب هل في فرصه ان انا لو كنت شاطره في اللغه ومعايا لغه تساعدني على الكوميونيكيشن انا في المستقبل قد تجيلي فرصه في الاعلام مثلا؟ ليه لا؟ وانا لو دخلت قسم اللغه الانجليزيه اتقفلت عليا كليه التربيه على اني معلم خلاص؟ لا، انا قدامي فرصه ان معايا سلاح، معايا لغه. طيب فقلت طيب يبقى انت اجتهدي احصلي على تقدير عشان تفتحي الاول نفسك السكه في سوق العمل، ان انا معلم جايبه تقدير عالي اقدر اشتغل في مدرسه لغات او انترناشونال، محدش هيقول لي ان انت تقديرك قليل او بسيط. ده رقم واحد. طيب انا اجتهدت في اللغه زي مالكه اللغه، ممكن اشتغل كمان في الترجمه. يبقى انا كده بفتح نفسي سكه ايه؟ سوق عمل تاني، يبقى معلم وفي نفس الوقت مدرب. طب رقم ثلاثه الاعلام.
الاعلام محتاج لغه. طب انا ممكن في الحاله دي لو في فرصه ان انا اقدم في الاعلام في تشانل او اقدر اقدم باللغه. اذا انا فتحت لنفسي من غير اي حاجه 3 سكك سوق. فكانت فكرتي الاساسيه كان هي والدي هو اللي هو بصرت فيها بعد ربنا سبحانه وتعالى طبعا. افتحي لنفسك سوق عمل. بدل انت في نيتك انك تشتغلي وتبني كارير بس دي رقم واحد بالنسبه لي. وده كان الهدف الاساسي ان انا اختار قسم اللغه بالانجليزي. دكتور ازاي حضرتك قدرتي تتعمقي في اللغه وتتطوري فيها؟ اللغه تساوي معرفه زائد مهاره وبراكتس. طب انا عايزه امارس اللغه يبقى انا محتاجه ادرب نفسي على 4 مهارات الاساسيه. طيب هل ده يكفي ان انا بدرسه بس في قسم اللغه الانجليزيه؟ لا طبعا. انا محتاجه عدد ساعات تدريبيه كتير وعدد ساعات ممارسه كتير. فكان قدامي حاجتين، ان انا امارس على المستوى الشخصي وده عن طريق ان انا يبقى عندي انبوت كتير من اللغه، وده بيجي بالليسننج والريدنج. يبقى لازم اسمع كتير لغه من نيتيف سبيكرز لانجوج زائد ان انا اقرا كتير. وانس ان انت عندك انبوت كويس بالتاكيد هيكون عندك اوتبوت كويس سواء في السبيكنج او في الرايتنج. تمام؟ ده شيء في منتهى الاهميه. لو ده اشتغلته انا لوحدي كان بيبقى عندي يوميا اتليست نص ساعه قبل ما انام بالليل بعمل براكتسنج اللغه بالطريقه دي. اسمع كتير واقرا كتير وده فرق معايا كتير. النقطه الثانيه بما اني اوريدي تخصصي قسم اللغه الانجليزيه وفي ترجمه عندي فانا اذا لازم اقوم بحاجه مهمه جدا ودي كانت النصيحه بقولها للطلاب بتوعي خاصه انت عشان في قسم الانجليزي كمان بندرس مواد فيها ترانزليشن. القران الكريم تقري الترجمه بتاعته معتمده من جهه معتمده طبعا ما عندناش اعتماد غير من الازهر. يبقى قصاد مني اللغه العربيه وقصاد مني اللغه الانجليزيه. ده فرق معايا في تركيبه الجمله بشكل يعني ريفايند في اللغه الانجليزيه لان طبعا اعظم لغه هيترجم بيها النص الالهي المقدس هتبقى في اللغه الانجليزيه. صحيح مش زي اللغه العربيه بقدر فخامتها وضخامتها بس هيختاروا اعلى يعني مستوى اكثر معنى ده اساسي. فده بينمي عندك اللغه بسرعه بالشكل انت مش حاساه يعني بدون ما توعي لده بتلاقي نفس جملتك بقت احسن، طريقتك في اختيار الكلمات بقت افضل سواء على المستوى السبوكن او على المستوى الريتن. ده اثر معايا في اللغه بشكل رهيب جدا. فدايما بقول للطلاب بتوعي عايز تنمي لغتك على سنين بس هتبقى عندك لغه مش عند اي حد من زمان. القران الكريم اقراه مترجم كل يوم اتليست صفحه وانت اول ما تصحى من النوم صفحه بتنام بالليل. العربي قصاد الانجليزي. دي جايزه بقولها والله وتريجر لاي حد حقيقي. دكتور هبه ايه اكتر حاجه صعبه واجهتيها لما جيتي تشتغلي في الكليه؟ اكتر حاجه صعبه بواجهها من وجهه نظري طبعا المحدوده ان عضو هيئه التدريس. فكره ان انت بتدرسي وبتدرسي في نفس الوقت. اولا طبعا انت بتخشي سكشنز اول ما بتتعيني كمعيد او مدرس مساعد بتدرسي المواد دي والطلبه بتساعديهم باكتيفيتيز باكسرسايز وصح. ده عايز تحضير منك للماده العلميه كويس جدا. وانك تتعلمي من استاذك او من استاذتك في التخصص بتاعك. طبعا ده it takes a lot of time. دي نقطه. النقطه الثانيه في نفس الوقت انت مطالبه انك تدرسي دراساتك العليا. واحنا كمان في كليه التربيه كان طبعا يعني زمان ما كانش عندنا لسه دراسات عليا فكان الاقسام النظريه بتدرس تكميل في كليه الاداب والاقسام العلميه بتدرس في كليه العلوم. طبعا الحمد لله رب العالمين دلوقتي بقى عندنا دراسات عليا من فتره وده طبعا وفر علينا وقت كبير جدا ان انت اوريدي بتدرسي في كليتك وفي اقسامك المختلفه. تمام؟ فطبعا هي فكره انك بتلعبي الدورين في نفس الوقت، دور الطالبه انت لسه بتدرسي طالبه وليكي استاذ ليكي مواعيد ليكي بروجكتس ليكي برزنتيشنز كل الكلام ده، في نفس الوقت انت بتعلمي وبتدرسي وبتصححي وبتشوفي الطلاب وبتنصحيهم وبتتكلمي معاهم وبتستقبلي كل اسئلتهم سواء في اوفيس اورز او جوه الكلاس. فده طبعا ده بالنسبه لنا بيكون لحد ما مش هقول كونفليكت بس بياخد من وقتك من جهدك من تركيزك كتير. فدي كانت اصعب حاجه فيها من محتاجه. دكتور هبه ايه اكتر حاجه بتعجبك في شغلك جوه الجامعه؟ بس شغل الجامعه انا يعني لازم تسويه له معلم. يعني ايه معلم؟ انا دوري الاساسي معلم مش باحث. انا باحث بس الاساس بتاعي هو معلم. والمعلم يساوي نفع. طول ما انت بتنفعي الاخرين سواء بعلم بنصيحه بمهاره بطريقه للحياه طريقه للعمل فكر لسوق العمل انت بتعملي حاجه اسمها علم ينتفع بيه. واحلى حاجه الولاد ممكن يقدمها لطلابه هو علم ينتفع بيه ويقدمها لنفسه في ميزان حسناته هو علم ينتفع. دي احلى حاجه انا بحبها في شغلي. دي يمكن اللي بتديني الالهام ان انا اكمل وان انا بقى افضل عشان اقدر افيد الطلاب. ده رقم واحد بالنسبه لي. وقت فراغك بتقضيه ازاي؟ يعني مثلا تقعدي مع الطلبه بعد المحاضرات ولا في هوايات مثلا؟ لو قعدت مع الطلبه مش وقت فراغ. لا بص الطلبه ليهم وقتهم سواء جوه الكلاس او في الاوفيس اورز.
انا بحب جدا ابقى قريبه من طلابي، فممكن نعمل مع بعض اجتماعيات، ما فيش اي مشكله خالص. ودي بالنسبه لي انا بحس ان انت تعمل سبورت للطالب طالما في حدود الاحترام والعلاقه اللائقه ما بين عضويه التدريس والطالب. لكن لو وقت فراغي بقى الشخصي، انا بحب دايما في وقت فراغي انمي اي مهاره عندي او حاجه انا حاسه انها ناقصاني لازالت محتاجه ان انا اتعلم منها اكتر او ان انا اجربها اكتر في حياتي. واحد ينفعني على المستوى العملي وعلى المستوى الشخصي. واحد التعلم الذاتي، انا بحب جدا اخش على المنصات اللي ممكن تقدم لي كورسز فور فري، والكورسز دي سواء بشهاده او بغير شهاده، مش هدف الشهاده لكن هدف ان انا انمي مهاره انا محتاجها، وخاصه المهارات اللي بعيده بقى عن مجال تخصصي. يعني انا لو عايزه حاجه في الاداره اكيد هتفيدني. عايزه طبعا نيجوشيشنز، فكره ان انت ازاي ممكن تديري فريق عمل، التيم ورك، كل الحاجات دي طبعا. والحاجات دي كلها بتقدم دلوقتي في منصات فور فري اونلاين، والمنصات دي معينه. ايوه فعلا. سواء باللغه العربيه او باللغه الانجليزيه. دي احلى حاجه انا بحب اعملها في وقت فراغي. هي اكتر التحديات اللي واجهتك وانت اثناء مسيرتك المهنيه؟ اكبر تحدي بيواجهني حتى الان هو فكره التايم مانجمنت. ازاي اقدر ان انا اظبط وقتي بحيث ان انا كل المهام اللي عليا، مهام بحثيه، مهام تعليميه، مهام علميه، كل ده الحياه الشخصيه. الحياه الشخصيه، وقت الفراغ زي ما بتقولي، فكره ان انا انمي نفسي وما ابقاش بس حاطه نفسي في مجالي فقط او تخصصي فقط. كل ده عايز تايم مانجمنت كويس جدا، عايز جدول يومي وجدول شهري وجدول سنوي، وعشان تعملي ده وتقدري انك توفي كل المهام ده it takes a lot of time and effort. يعني انت ممكن تعملي مثلا جدول اسبوعي، لكن على ارض الواقع لما تيجي تطبقيه تلاقي نفسك بتحققي مثلا 5 ل 10 مهام. ايوه فعلا. ده احيانا بيسبب صراع للانسان انه هل انا مقصر؟ وده سؤال مهم جدا. مع السن طبعا الكبير والسنوات العديده في الشغل، لا مش مساله تقصير، هي مساله كل ما بتكبري في السن وكل ما بتكبري في البوزيشن بتاعك انت مهامك بتزيد. فطبيعي جدا لو كان عندك 10 قبل كده بقوا 20، ال 20 هيبقوا 30. كونك انك بتقدري انك تعملي 10 من ال 20 دول ده انجاز. اوعي تقولي عن نفسك او تضايقي حالك وتقولي لا انا ما عملتش حاجه. صحيح هيبقى طول الوقت تقولي انا حاسه ان انا مقصره، لكن لا يضر في نفسا الا وسع. لكن اسعي وليس عليك ادراك النتائج. دي اكبر تحدي بيواجهني حتى. دكتور، ايه هي الحاجه اللي بتديكي الالهام او الطاقه ان انت تكملي في الشغل؟ اولا بحمد ربنا سبحانه وتعالى قوي على فكره ان ربنا اداني مساحه ان انا اخدم بيها حالي واخدم بيها الاخرين. مش كل انسان بيكون عنده الفرصه دي. وفي حاجه مهمه جدا لازم كلنا نعرفها، ربنا سبحانه وتعالى بيخلي كل بني ادم في المكان اللي يقدر يفيد بنفسه والاخرين، كل ميسر لما خلق له. اوعى تفتكر ان انا عشان ما دخلتش تخصص معين وانا في تخصص ممكن اكون ما كانش دي رغبتي في الاول ان ده مش مفيد او ان ده مش حلو ليا. قد بنشوفه واحنا صغيرين في الاول كده، لكن لما بتكبري في السن وتبداي تشوفي حكمه ربنا سبحانه وتعالى، حتى لو شفنا منها جزء بسيط احنا مش هنعرف حكمته كامله، ان هو ده المكان اللي انت ميسره فيه، هتشكري ربنا عليه جدا وهتعرفي ان ده سبب كفيل بالهامك انك تكملي فيه. رب الخير لا ياتي الا بالله. بالظبط كده، برافو عليكي. دكتور، عايزه حضرتك تنصحينا بالكتب اللي المفروض ان احنا نقراها عشان نطور الانجليش بتاعنا او نطور نفسنا عموما يعني. طيب اولا فكره الكتب دي مهمه جدا ان احنا نعمل عليها ستريس جامد قوي، لان السؤال ده احنا بنتسال كتير. او يعني قبل ما افكر في كتاب، اول حاجه اسال نفسي وانا بدرس او عايزه اقرا الكتب دي عشان انا اوريدي تخصصي لغه انجليزيه، عايزه ابقى تيتشر لغه انجليزيه، فانا محتاجه ان انا انمي لغه، فبالتالي بالضروري محتاجه ان انا اقرا كتب في مجالات مختلفه، ولا انا عايزه اقرا كتب عشان احسن الكوميونيكيشن بتاعي في اللغه الانجليزيه كجنرال انجلش. طيب السكتين مختلفتين تماما. انا لو طالب في قسم اللغه الانجليزيه انا محتاجه اقرا كتب في كل التوبكس اللي ممكن تتخيليها، توبكس عامه، توبكس سياسيه، توبكس دينيه، توبكس اقتصاديه، في السبورت، في السياحه، في الدين، في كل حاجه ممكن تتخيليها، في الادب، نوفلز، بلايز، بورتري، كل ده انا مطالبه بيه. ليه؟ عشان ده هيحسن اللغه بتاعتي على كل المستويات. ولازم اللغه بتاعتي تبقى ريفايند وليها مستوى اكبر من مستوى حد بيتعلم لغه بس فور التواصل. طيب انا عايزه اتواصل بس باللغه الانجليزيه، عايزه الكونفرسيشن بتاعتي تبقى احسن، تمام؟ عايزه افهم اللغه افضل، انا مش محتاجه كتب، لكن انا محتاجه اتعرض للغه دي، يعني ايه اتعرض للغه دي؟ انا محتاجه اسمعها، محتاجه اشوفها، يعني ممكن اشوف فيديوز زي موفيز مثلا او زي الكرتون والانيميشن، على فكره دي بتنمي اللغه بشكل جميل جدا وبشكل سريع كمان، لان هي بتبقى انترستد بينا كلنا، تمام؟ طيب انا محتاجه كمان مش بس ان انا اشوف واسمع، انا محتاجه اقرا في حاجه بحبها. ليه؟ انا مش مطالبه اقرا في نوفلز وانا ما بحبش النوفلز عشان احسن اللغه الانجليزيه فور كوميونيكيشن، التواصل. لا، انا ممكن اقرا عن مجال انا بحبه، انا بحب السياحه، اقري مقالات عن السياحه، اقري كتب عن السياحه، اقري بروشورز بتاعت السياحه،
ايه المشكله؟ دي هتنمي اللغه بتاعتك لان انت عايزاها لسبب معين وهو التواصل. يبقى احدد انا عايزه اللغه الانجليزيه دي او اعتبر اللغه اللي انا عايزاها انميها ايه، ثم في الحاله دي اعرف انا هعمل ايه بس. طيب جيلكم بقى، جيلكم بيحب يسمع ويشوف اكتر ما يقرا. يمكن احنا اجيالنا شويه كانت بتحب الريدنج، انتوا اجيالكم شويه بتحب الليسننج والواتشنج. اذا انا محتاجه انمي اللغه بالطريقتين دول. ركزي على فكره ان انا احول اي حاجه بحبها الاوديو بوك اسمعه، مقال حباه حوليه اوديو بوك بالاي اي اسمعيه، ايه المشكله؟ واتش موفيز، واتش الانيميشن، واتش الكرتونز باللغه الانجليزيه امريكان او بريتش، اسمعي حتى نيوز لايف باللغه الانجليزيه، كل ده هينمي الكوميونيكيشن عندك كويس جدا. زائد بقى كنز ليكم كلكم، طبعا كلكم عارفين ان اللارج لانجوج مودلز اللي بتشتغل بالاي اي زي تشات جي بي تي كلهم موجودين عندنا على الموبايل بتاعتنا فور فري. فيهم خاصيه الكونفرسيشن وذ نيتيف سبيكر فور فري، تتكلمي معاه كل يوم في اي موضوع انت عايزاه باللغه الانجليزيه وينمي اللغه بتاعتك. طب مش ده براكتس مع نيتيف سبيكر اوف ذا لانجوج؟ عايزه ايه اكتر من كده؟ صح ولا لا؟ ده لو انا فعلا عايزه انمي الكوميونيكيشن بتاعي او التواصل باللغه الانجليزيه. دكتور ما شاء الله حضرتك وصلتي للبوزيشن معين وناس كتير قوي بتتمنى ان هي توصل له، حضرتك شايفه مستقبلك في الموضوع؟ طيب اولا طبعا انا كاريري بيعتمد على فكره ان انا اكمل كعضو تدريس معلم، زائد ان انا اكمل في الابحاث الاكاديميه. فطبعا اتمنى ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله ربي يقدرني، وطول ما انا بسعى في ان انا اشتغل في ابحاثي واشتغل في تنميه نفسي كعضو هيئه تدريس، ربنا يكرمني واوصل لاعلى مركز في ده اللي هو استاذ جامعي ان شاء الله بامر الله. دكتور احنا كتير مننا بيعتبر حضرتك قدوه بالنسبه لي، مين بقى اللي حضرتك بتعتبريه قدوه بالنسبه لي؟ طيب اولا انا قدوتي يعني مش هقول الوحيده طبعا، انا في ليا كذا رول موديل، بس الاولى والاخيره بالنسبه لي هي والدتي الله يرحمها اكرم الله عليها يا رب. والدتي كانت ست بيت، هي خريجه كليه تجاره قسم اداره اعمال، كانت ست بيت ما اشتغلتش، بس عمري ما حسيت ان هي ست بيت. ليه؟ لان هي كانت بتصحى زي اي موظفه، ممكن تصحى من بدري جدا 7 الصبح، يومها كان حافل 24 ساعه بتعمل كل حاجه في الدنيا، قراءه وتعليم واهتمام بينا وبالبيت وبوالدي، كل ما تتخيلي. هي علمتني يعني ايه تعليم ذاتي. انا في سن ابتدائي في 5 و6 ابتدائي كنت في السعوديه ما كنتش في مصر، وكان هدف لوالدتي ان احنا لو نزلنا مصر في اي وقت ما يكونش سني اقل من زملائي اللي في نفس المرحله الابتدائيه. فاضطريت ان انا اذاكر 5 ابتدائي السعوديه مع 5 مصر، واذاكر 6 مع اولى اعدادي، يعني كنت بذاكر سنتين في سنه. مين كان بيدرس كل المواد؟ والدتي الله يرحمها. رغم ان والدتي مش مثلا معلمه اصلا في الاصل، ولا هي لغه انجليزيه في الاصل، كليه تجاره قسم اداره اعمال، يعني عادي زينا كلنا مفيش مشكله. وبالتالي ماما قالت لي انا هدرس لك كل المواد، ولو احتجتي حاجه قدامنا الكتب الخاصه موجوده، سلاح التلميذ كان ايامنا بقى وجيم والاضواء فعلمتني يعني ايه اعتمد على نفسي، ان انا مش محتاجه حد يشغل لي دماغي او يسقيني العالم من معايا. ده هيفرق معاكي جدا، لانك بعد كده هتضطري لما تيجي تتعلمي تكنولوجي تعتمدي على نفسك، مش محتاجه حد يدرسك. شوفي فيديوز، جربي، اغلطي وصححي نفسك، هو ده اللي هيخليكي تبقي قويه. دكتور عايزه حضرتك تدينا نصيحه بشكل عام للطلبه اللي لسه داخلين اولى كليه، ازاي يتعاملوا مع الدكاتره وازاي يذاكروا، ونصيحه بشكل خاص للطلبه اللي عندهم طموح اكاديمي ونفسهم يبقوا طلبه الدكاتره اللي معاكي. تمام. طيب اول حاجه الطلبه اللي هيدخلوا الكليه مستجدين، اول حاجه يعملوها رقم 1 حب المكان اللي انت فيه واقبل بقضاء ربنا سبحانه وتعالى. ربنا ما يجيبش حاجه وحشه، ربنا اختار لك اللي انت ميسر ليه وهو ميسر ليك. ابذل فيه مجهود، اسعى، لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا اسعوا اعملوا اللي عليكم، واستنى ربنا سبحانه وتعالى اكيد مش هيضيع مجهودك ابدا، سواء في الكليه او على المستوى ان شاء الله العملي لما تتخرج وتبتدي تشوف سوق العمل وتشق طريقك فيه. انتظام في المحاضرات، حاول تفهم الدكتور في كل ماده بيفكر ازاي، بيدرس ازاي، عايز منك ايه، الماده دي محتاجه ايه، تستفيد بيها ازاي بعد كده في سوق عملك، وازاي تقدر ان انت تعلي تقديرك فيها في الاكزام بتاعك. اذا انا بكسب حاجتين، بتعلم وكمان بجيب تقدير. ما تكتفيش بمقبول، لا، لازم تبقى في تحدي بينك وبين نفسك ان انا اقدر اعمل اكتر من المقبول. لو طول عمرك مكتفي بالقليل مش هيجيلك غير القليل، لكن لما تقول لا انا هعمل اللي عليا وهستنى من ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن هيخذلك. اذا الانتظام، المذاكره، الاجتهاد، الرضا باللي ربنا اختاره، ده رقم 1 بالنسبه لي الطلبه في العموم. بالنسبه بقى على المستوى الاكاديمي اللي حابب ان هو يكون معيد او ينضم للهيئه المعاونه، انت محتاج اولا تبقى الاول على دفعتك بتقدير على الاقل جيد جدا. طيب لو في حد في دفعتك جايب امتياز، يبقى هو ده اللي هيكون في الهيئه المعاونه، ان كيس ان الكليه طبعا او الجامعه عامله خطه خمسيه لتعيين المعيدين.
اذا انا مش محتاج ان انا اكون طالب عادي، انا محتاج اكون طالب مميز. مميز يعني انا بسعى الى مذاكره باجتهاد، اكون مختلف، يبقى عندي مراجع خاصه بيا وانا بشتغل على المذاكره بتاعتي في اي ماده، ما اكتفيش بكتاب الدكتور، ما اكتفيش بمحاضره الدكتور، لا ده لازم يكون لي مراجع. طيب هل المراجع متوفره؟ المراجعه دلوقتي يا جماعه بالنسبه لكم فور فري اونلاين، سواء عن طريق بنك المعرفه المصري، عن طريق مواقع داتا بيس اللي بتديك كل الكتب اللي انت محتاجها فور فري، عن طريق الجنريتيف اي اي او الذكاء الاصطناعي التوليدي. اي معلومه انت محتاجها موجوده، اي اسلوب انت محتاج تذاكر بيه الاي اي يقدر يساعدك. استغله صح، استغله لمصلحتك، استفيد بيه، وابعد عن شرور او اضرار. ده بالنسبه لي اهم نصيحه ممكن اوجهها لاي حد محتاج ان هو يوصل يكون عضو هيئه التدريس. دكتور شرفنا حضرتك جدا، وحضرتك يعني فدتينا على المستوى الاكاديمي وعلى المستوى المهني ما شاء الله. احب اشكر حضرتك جدا كأسرة الصفوة. شكرا جدا لحضرتك. ربنا يخليكي. اولا انا بشكر اسره الصفوة على تبنيها لفكره ان احنا نعرض بعض النماذج من اعضاء هيئه التدريس بالكليه، وحتى يعني انا كمان ممكن اشجعكم كمان على الاداريين. لو دخلنا الاداريين دي نقطه مهمه جدا جدا جدا. الفكره مش فكره عضو هيئه التدريس بس، احنا كلنا كل واحد فينا ليه حاجه بيعملها في المجتمع، ربنا خلقه لمهمه معينه يعملها. طب ليه لا ان انا كمان ادخل زملائنا كلنا في الكليه؟ هيئه معاونه، اعضاء تدريس، اداريين، واساتذتنا طبعا على راسنا من فوق. بشكر الدكتور اكرم مصطفى ابراهيم على تشجيعه لينا ان احنا نقدم امثله ونماذج للطلاب يحتذوا بيها في الكليه، وبوجه جزيل الشكر لعميد الكليه الدكتور حسن عابدين على اتاحته مثل هذه الفرصه لاسر الكليه والانشطه الطلابيه هي تستفيد من اساتذتها ولينا عشان احنا كمان نفيد الطلاب. شكرا جزيلا.